طيب مرحبا، سؤالي عن ازاي اغلف شعور الالم الجسدي علشان اقدر اساعد نفسي على التشافي واركز على تطوري وشغلي وحياتي. الالم متواصل مش هجمات كهربائيه في الاعصاب بسبب ورم في المخ بيضغط على الاعصاب. حته ان انا ازاي اغلف شعور الالم الجسدي، مفهوم التغليف هنا انا مش قادر يعني افهمه غير بشكل واحد، هو ازاي انا ما احسش بالالم اللي انا حاسس بيه، او ان انا الالم اللي انا حاسس بيه دوت يكون اخف واحن عليا. في الواقع الالم بيعبر عن وجود مشكله، يعني الالم الجسدي بيعبر عن الم وجود مشكله جسديه، فبالتالي الواقع انه الجسد متالم نتيجه المشكله، فده واقع موجود. ساعتها بيتدخل بقى الادويه في حته المسكنات وكل الكلام ده. الحاجه اللي ممكن تساعدك هو ان انت ما تزوديش الالم، لانه ممكن يكون الالم الجسدي موجود، انما احنا بنزود من الالم الجسدي الم نفسي. في ايه اللي بيزود الالم نفسي؟ انه ابتدي ان انا ارفض الحاله اللي انا فيها. رفضي للالم اللي انا فيه ده في حد ذاته الم، لان الرفض هو شعور، او يعني هو قرار دوت فيه شعور، في كره تجاه الالم اللي موجود. فمشاعر الكره دي موجهه لفين؟ موجهه للالم، فهنا بيزود الالم لان هو جزء من جهازي العصبي. انا بعيش مشاعر الكره وبعيش الم الجسدي والالتهابات اللي في جسمي، فبالتالي الرفض بيزود من الالم مش بيقلله. تاني حاجه ان انت تشوف نفسك او تشوفي نفسك بمنظور الشفقه، ان انت مشفق على حالك ومشفق على نفسك. فهنا احساس الشفقه احساس في حد ذاته مؤلم، لان هو فيه جزء منه يأس واستضعاف، فبالتالي عدم الطاقه، احساس اللي هو كونك ان انت بتشفق على نفسك هتحس انه في خمول. هنا الخمول مع الالم بيزود الاحساس بالالم. فاللي انت تقدر تعمله، الالم الجسدي محتاج علاج طبي. اهم حاجه اللي يساعدك ان انت تخفف من الالم ان انت ما تزودوش الم نفسي. فكل اللي انت محتاج تعمله ايه؟ ان انت تتقبل ان ده وضع مؤلم، بس ده ما يخلكش ان انت تشفق على حالك، يخليك ان انت بتمر بظروف صعبه، بتمر بمعاناه مستمره، وان دي حاجه محتاجه منك دعم، محتاجه منك سند لنفسك، محتاجه منك تشجيع لنفسك، محتاجه ان انت تبقى حريص مع نفسك في اولوياتك واحتياجاتك الجسديه واحتياجاتك النفسيه، ان انت تكون في مجتمع مريح بالنسبه لك، تعيش في استقرار، ان انت تلاقي الاهتمام والرعايه من مجتمع حواليك، فتشوف ايه الدايره المناسبه بالنسبه لك اللي تديك الدعم النفسي ده، غير ان انت تكون مميز وتبتدي انت تشوف ايه اللي انت ممكن تحتاج تعمله علشان تفضل انه تطور من نفسك. فهنا اليأس هيخليك ان انت ما ترغبش في التطور، والقبول هيساعدك ان انت تقبل الوضع اللي انت فيه، فتبتدي تشوف ازاي ممكن تطور نفسك رغم المشاكل اللي انت في حياتك. فانت لما تدي اشباع لاحتياجاتك النفسيه ده بيديك متعه، والمتعه بتخفف من الالم. فانت كل ما هتزود من متعتك في الحياه، كل ما احساسك بالالم هيبتدي ان هو يعني يهدى عليك شويه، لان انت عندك متعه وفي نفس الوقت الم جسدي، زائد ان انت ما تزودش الالم الم نفسي.